الأمر أصبح شيء عادي، يعني تغيرون القنوات شيء عادي اعتدنا عليه. إياكم أن تعتادوا على هذا المشهد. هذا المشهد سيبقى وصمة عار، والله وصمة عار على جبين كل من خذل ونسي هذه القضية. إن كنتم قد نسيتم هذه القضية فإن الله لم ينساها ولن ينساها. فالله سبحانه وتعالى معنا، وأنتم اجلسوا كما أنتم، اعتذروا بحكامكم وتعذروا بخوفكم وجبنكم من هؤلاء الحكام، واتركوا الرجال يقاتلون في سبيل الله سبحانه وتعالى. اعذروني هذا الكلام قاسي جدا، ولكن لن يكون أقصى من المشاهد التي تصل من غزة. إذا بدكم تزعلوا ما تزعلوا مني، ازعلوا على حالكم. إذا بدكم تزعلوا اليوم ما نزعل والله من كلام، نزعل على حالنا، على الهوان اللي وصلنا له. خايفين نطلع، خايفين نتظاهر، خايفين نجلس في الميادين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. إلى أي حال قد وصلنا، إلى أي حال. لكن غزة كفيلة بأعدائها، والله سيدحرون. والله الذي لا إله إلا هو، كما ترون الآن وتشاهدونني، والله الذي لا إله إلا هو أنني أرى النصر قريب بإذن الله. والله سيدحرون من غزة وسيعودون من حيث أتوا بإذن الله سبحانه وتعالى، وسيعود الذين هجروا من منطقة إلى منطقة سيعودون إلى مناطقهم بإذن الله سبحانه وتعالى، بإذن الله. والله الذي لا إله إلا هو. نحن رأينا الحزن ورأينا الألم ورأينا الوجع ورأينا كل هذه المآسي، رأيناها، لكن الله عز وجل سيرينا الفرح والسرور والسعادة والنصر والتحرير والتكبير والتهليل الأيام القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. أبشروا، والله أبشروا من عمق هذا الجرح، من عمق هذا الألم، أبشروا أن الله سبحانه وتعالى ناصرنا ولو بعد حين. يا أيها كل على ثغره، وإن كانت هذه الثغور كلها ثغور على قدر ضعفنا، لكن واصلوا المسير، واصلوا، دافعوا عن غزة بكل ما تملكون، انشروا تلك المشاهد التي تأتي.